دي تصريحات خاصة بينا في الحياة اليوم، لأنه الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي صرح لنا بأنه بدأت بالفعل، وده مرتبط، أنا مش عايز أسبق الأحداث بس بفكر حضراتكم اللي قلناه امبارح بالمطالبات بمسألة التصنيف، وده كان سؤال النهارده وجه أكتر من مرة من صحفيين أجانب للدكتور مصطفى حجازي في مسألة مش الشكل القانوني حلها ولا لا، لكن في مساله التصنيف، هل من الممكن انها توصل لتصنيف منظمه ارهابيه ولا لا؟ لكن النهارده بدات خطوات بالفعل. الدكتور مصطفى حجازي كان بيتكلم في رئاسه الجمهوريه النهارده، وبعدين الدكتور احمد البرعي يقول لنا في الحياه اليوم انه بدات بالفعل اتخاذ اجراءات قانونيه لحل جمعيه الاخوان المسلمين اللي كان تم الاعلان عنها في الشهور الاخيره في ديسمبر، في شهر ديسمبر مظبوط. وكان برضو كانت معلوماتنا انه هيرأسها مجدي عاكف، كانت في هذه اللحظه الاعلان عن هو رئيس الجمعيه هو مجدي، هو الاسم المسجل اللي موجود في الورق. الدكتور احمد البرعي قال لنا انه تم ارسال الملف كله، ملف الجمعيه دي تم ارساله لاتحاد الجمعيات الاهليه علشان يتم ابداء الراي. ده هيحصل في قد ايه؟ المفترض انه المهله يعني 15 يوم يرد فيها اتحاد الجمعيات الاهليه، وقرار الحل اصبح واجب وفقا للقانون، خصوصا بعد تورط اعضاء، لانه الاعضاء بيبقى فيه قائمه بالاسماء اللي مكتوبه اللي بيتم تقديمها، بيبقى جزء من ملف اي جمعيه بعد تورط اعضاء الجمعيه في اعمال ارهابيه وتحويلهم لمحاكمات جنائيه. هنا بقى برضو ده رابع او خامس مسؤول حكومي في تصريحات، غير طبعا البيان اللي خرج من الكنيسه امبارح يصف ما حدث في خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، وتحديدا كمان من امبارح، بانه ما حدث هو تصرفات ارهابيه. غيرنا صفه الاجرام، غيرنا صفه الخروج عن القانون، لكن كلمه الارهاب، وده اللي زي كنت بقول لحضراتكم امبارح انه موجود وبيتم دراسته بالفعل في مواجهه الصوره المزيفه لقرار جمهوري، انه والله رئيس الجمهوريه هيطلع قرار جمهوري. ده ما حصلش، لكن اللي حصل اللي كنا بنقول لحضراتكم عليه امبارح بالفعل، واللي بيظهر انه نحن في طريق ما نحوه. الدكتور احمد البرعي قال لنا دلوقتي انه مش محتاج، يبدو انك مش محتاج لحكم قضائي، لانه الجهه الاداريه اللي هي الوزاره من حقها انها، يعني من سلطتها انها تحل الجمعيه بعد حل مجلس الشورى وتعطيل الدستور.